عاملين ايه؟ عملنا قبل كده مع بعض الكنافه بالمانجا. يلا بينا نعمل الكنافه بالنوتيلا واللوتس. النوتيلا واللوتس انا عملتها معاكم قبل كده، هتلاقوها على قناتي. عملتها بطريقه سهله جدا واقتصاديه ومبتاخدش وقت خالص. معايا هنا ربع كيلو من الكنافه. انا اول ما طلعت من الفريزر فتتها او تحطوها في الكبه عشان تبقى ناعمه جدا. حطيت عليها معلقه كبيره من السكر البودره وقلبتهم كويس جدا مع بعض. الوصفه دي انا مش هستخدم ليها شربات، انا هكتفي بس بالكريمه اللي هتكون مسكره، وكمان معلقه السكر اللي انا حطيتها على الكنافه. اضيف عليه ربع كوبايه من السمنه واغلف الكنافه كويس جدا بالسمنه. هحطها في صينيه وافردها كويس جدا في الصينيه وادخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200، ومن وقت للتاني هقعد اقلب فيها عشان ما تتحرقش مني او تكلكع مني. ده بيبقى شكلها في الفرن بتاخد لون موحد وحلو جدا. اول ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده هطلعها فورا من الفرن عشان اسيبها تبرد شويه قبل ما اشتغل فيها. دلوقتي بقى هحضر الكريمه دي. كوبايه من الكريم شانتيه الخام، هحط عليها شويه سكر حسب الرغبه، بس نعمل حسابنا ان احنا هنضيف عليها نوتيلا او لوتس، ودول بيكونوا مسكرين، وحطيت عليهم شويه ميه متلجه. وهضرب بقى في الكريم شانتيه، وبعد كده هحطها في كيس حلواني عشان تساعدني شويه في الفرد. اجيب بقى الطبق المتقسم ده المشهور اللي بيتباع في المحلات. هحط اول طبقه كنافه، وبعدين هحط طبقه كريمه، وبعدين كمان طبقه كنافه، وبعدين طبقه كريمه، واخر حاجه هحط التوبينج بتاعي يا اما لوتس يا اما نوتيلا. عايزه اقول لكم انا مرضتش اخلط النوتيلا واللوتس مع الكريمه، وحبيت ان انا احطها ساده كده، واكتفيت بس اني ارش رشه من النوتيلا او اللوتس على الكريمه بدل ما اخلط واقعد اكركب على نفسي كتير ومواعين كتير واستخدم كيسين حلواني وكركبه كبيره قوي على طبق قد كده. فبالحركه دي كانكم خلطتوا بالظبط الكريمه مع اللوتس، ان انتوا حطيتوا كريمه وبعدين حطيتوا عليها معلقه من النوتيلا او معلقتين ورشتوها رشه عشوائي كده. كده كانك خلطتيها بالظبط مع بعض، وبس في النهايه احنا استخدمنا كريمه واحده بيزك لده ولده. انا هنا بفرد الكريمه بتاعتي، عايزه افردها على قد ما اقدر بالتساوي، ومش مشكله لو في اي حاجه اتحركت من مكانها او كده. كده كده كله هيتضرب في الاخر بعد كده لما احط التوبينج. انا كده خلاص ظبطت الكريمه. هحط في اول نص زبده اللوتس، انا مسيحاها في الميكرويف زي ما قلت لكم. عملنا الوصفه دي على قناتي قبل كده، ارجعوا للفيديو. عملناها بطريقه سهله جدا واقتصاديه متاخدش وقت خالص، وبتمن نص برطمان اللوتس اللي بنجيبوه من بره. هنا بعد ما سيحته في الميكرويف حطيت طبقه اللوتس على الكريمه. مهم قوي ان احنا نسيح اللوتس، بس مش عايزينه يسخن جامد عشان ما ينزلش على الكريمه وتفصل. خلاص انا كده وزعت طبقه اللوتس بتاعتي. عايزه اقول لكم ان انتوا ممكن تستبدلوها بمربى الحليب، بتتباع جاهز عند مستلزمات الحلواني. ممكن تعملوا طبقه كراميل، وفي كمان بدايل للوتس في السوق. دلوقتي بقى انا بشتغل في النص التاني. هحط طبقه من الكريمه، وبعدين هجيب معلقتين من النوتيلا انا مسيحاهم في الميكرويف ومخففاهم بشويه لبن صغيرين. هبدا ان انا اوزعها برضو عشان اخلي الكريمه بتاعتي تمتزج بالشوكولاته، وبعدين هحط طبقه من الكنافه، وبعدين هحط طبقه كمان من الكريمه، واخر حاجه هحط التوبينج هو صوص النوتيلا. برضو النوتيلا بنسيحها في الميكرويف، ولو سميكه معانا شويه ممكن نخففها بمعلقه او معلقتين من اللبن او الكريمه. وعشان النوتيلا غليت انا عملتها معاكم برضو بطريقه اقتصاديه وسهله جدا. حطيت لها بس شويه بندق صغيرين جدا عشان يدوها طعم. ارجعوا للوصفه هتلاقوها على قناتي، ان شاء الله هتعجبكم جدا. هفرد بقى الكريمه بتاعتي واوزعها بالتساوي، وبعد كده هحط طبقه نوتيلا فوق الوش. كمان للنوتيلا بدايل كتير في السوق، بس احنا بنستخدم النوتيلا البيتي عشان هي صحيه اكتر من البدايل والزيوت المهدرجه اللي موجوده في السوبر ماركت. وتقدروا كمان ان انتوا تعملوا صوص شوكولاته في البيت وتحطوها مكان النوتيلا. انا هنا ما استخدمتش الشربات خالص في الوصفه، عشان كده عايزاكم تظبطوا السكر في الطبق ده. الكنافه بتاعتي انا سكرتها بمعلقه بس من السكر البودره، والكريمه بتاعتي برضو سكرتها بالمعقول، واخر حاجه الصوصات هي بتكون مسكره شويه، فعشان كده انا معتمده اكتر على الصوصات. في الخطوه دي انا مش بستخدم سباتيولا عشان نوزع النوتيلا، لانها هتتحرك معايا الكريمه اللي تحت فهتبوظ وهيبقى شكلها وحش جدا. النوتيلا سايحه كده، هبدا احرك الطبق يمين وشمال وهي هتتغلف كلها لوحدها. انا كده خلاص خلصت الطاجن بتاعي. زينت اللوتس ببسكوت اللوتس، وزينت النوتيلا بشويه بندق، وممكن تزينوه باي شكل انتوا تحبوه. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو ده كمان. مع السلامه.